واخيرا وصفة نوغاتين اللي كامل طلبتوها مني بعد ما حطيت لكم توزيعات المعسلات الفردية، واكيد ما نسيتكمش في وصفة عشو البلبل. للنوغاتين درت 100 غرام تاع جلوكوز، زدت له 100 غرام تاع سكر، نحطهم فوق النار نخلوهم حتى يغلوا وياخذوا هذا اللون الذهبي. راح نزيد لهم مغرف صغيره تاع زبده نخلط مليح مع 100 غرام انتاج الجلان. بعدها راح نرجع الخليط فوق النار ونخليه ياخذ اللون الاحمر ويتحمص لنا شويه هذاك الجلان في الكراميل. هنا هذا هو اللون اللي حبيت عليه. بعدها فرغت الخليط تاعي في بابي سيليكون، واذا ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا بابي دو كويسون وتدهنوه بشويه زيت. وانا هنايا راح ندفي شويه فقط هذا النوغاتين. وهنا حاولوا تكونوا حذرين لانه على بالنا باللي الكراميل خدمه تاعو شويه صعيبه. هنا جبت الحلال وبديت نحل فيها كما راكم تشوفوا. حاولوا تخدموا بسرعه لانها تبرد في ساعه. بعدها جبت السارس اللي كان حجم تاعو 10 سنتيم ونبدا نطبع في النوغاتين كما راكم تشوفوا. واستعينوا بالحلال. هنا عاونوا روحكم بالموس باش تقصوا الدائره تاعكم، ولا تقدروا تستخدموا المقص كما استعملت انا. هنا المقص كان ساعدني افضل من الموس. وفي هذه المرحله حاولوا تزربوا شويه لان النوغاتين اذا تبرد راح تحكم روحها، واذا بردت راح تجيكم صعيبه شويه في التقطاع. كما راكم تشوفوا هذه هي النوغاتين اللي راح نتحصل عليها. وانتم تقدروا تتحكموا في الحجم، انا درتها شويه صغيره. وهنا راح نجي نخدم معكم عش البلبل. هنا عش البلبل شيت وراهو متوفر في المحلات. دهنته بشويه سمن وراح ندخله للفور على نار تكون قليله ونخليه ياخذ هذا اللون الذهبي. نخليه يبرد ومن بعد راح نجي نمسحه بشويه عسل باش ياخذ لي هذيك اللمعه من فوق فقط. خليه بجيه ومن بعد راح نجي نوجد المكسرات. انا هنا درت شويه عسل مع مغرف صغيره جلوكوز ولحت عليهم المكسرات اللي كنت حمصتهم ونخلطهم مليح. وللحشو انا كنت استخدمت كراميل. نتوما تقدروا تحشوا بشوكولاته طيني ولا مكسرات ملحيه فقط. زينتوا بالمكسرات كيما راكم تشوفوا وانتوما زينوا باش كان متوفر عندكم. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. بعدها راح نجي للمرحله الاخيره. كنت جبت هاد لي ديسك اللي راهم متوفرين عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. الحجم نتاعهم 12 سنتيم. وراح نجي نحط فوقهم النوغاتين اللي راح نلصقها بشويه جلوكوز. وراح نجي نحط فوقها المعسلات اللي كنت شاركتهم معاكم في فيديوهات سابقه كما راهم موضح. حجم المعسلات نتوما اللي تتحكموا فيه هو وحجم النوغاتين. انا هنا خيرت نديرهم شويه صغار، نتوما تقدروا ديروهم اكثر من هكا. وان شاء الله تكونوا حبيتوا هذه المعسلات وعجبتكم النتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا. تقدروا تقدموهم غير في هذه ليزاسيات الصغار. ثاني نتيجه تاعهم بزاف رائعه. معسلات بزاف راقيين ويصلحوا لجميع مناسباتكم.